عايز النهارده احكي لكم بسرعه كده عن قصه حماده. حماده ده راجل راح من المانيا، وهو مشجع كما زي ما بيقول يعني لنادي الزمالك. والراجل ده سافر على المغرب لتشجيع نادي الوداد المغربي في مواجهه النادي الاهلي المصري. بعثه النادي الاهلي كده وهي بقى واصله للمغرب وراح على فندق الاقامه. الراجل حماده ده، يعني حماده ده اسم مستعار طبعا. وعمنا حماده ده بقى ايه، شايل رافع علم نادي الزمالك، ونازل يقول الوداد ويشجع في نادي الوداد وبيغني كده باسم نادي الوداد المغربي. حماده اتكلم، وطبعا الاعلام المغربي اهتم بالموضوع. وحماده ده قال ان هو ان احنا انا جاي من المانيا بشجع نادي الوداد المغربي لان هو بيتعرض لنفس الظلم من الاتحاد الافريقي، وزي عندنا في مصر ان نادي الزمالك ايضا بيتعرض للظلم. وشايف ان هو جاي، الراجل جاي بقى لما يشجع نادي الوداد المغربي كده، يعني ايه، احنا الاتنين بقى مظلومين مع بعض، فالمظلوم مع المظلوم بيشجعوا بعضهم. فبحب اقول لحماده: حماده انت كان شكلك وحش قوي، ويعني نادي الزمالك اكبر منك، وجماهير نادي الزمالك اكبر منك، ومن الحاجه اللي انت عملتها شكلك ما كانش حلو على الاطلاق. يعني لا انت ترند ولا انت اي حاجه، انت مجرد ان انت شخص. الله اعلم انت اصلا بتنتمي لنادي الزمالك ولا لا. طبعا ناس كتير جدا وجمهور نادي الزمالك معظمه جمهور محترم وما يعملش حاجه زي اللي انت عملتها ده. قال لك قله قليله طبعا، معروف ان هم بتعصبهم الشديد، ودول موجودين في كل الانديه المصريه وعلى مستوى العالم، ان بيبقى في نسبه جمهور شويه متعصب، ويعني ممكن حته بقى تشجيع الخصم والكلام ده كله. لكن المفترض ان احنا هنا في مصر، المفترض انت راجل بتحب نادي الزمالك، راجل المفروض ان انت كنت موجود في المانيا. يعني الموضوع صعب قوي عليك، يعني معنى ان انت 22 سنه من غير بطوله. في فرق كتير جدا على مستوى العالم بتقعد بال20 و30 سنه على ما بترجع وبتاخد بطوله. لكن يمكن الموضوع ده مأثر عليك شويه يا حماده. عارفين يا حماده ان انت اكيد نفس نوعيه الجمهور اللي لبس فانيله صن داونز امام الاهلي، ولابس فانيله الرجاء المغربي قدام النادي الاهلي، ولابس فانيله الترجي التونسي امام النادي الاهلي. يعني انت يا حماده بتتلون على كل لون وعلى كل شكل. دي رسالتي بقى لحماده. يلا بقى يا عم حماده، الماتش كمان يومين من دلوقتي كده، ابدأ جهز تيشيرت نادي الوداد وكويكاوية نظيفة كده، وادخل في وسط جماهير الوداد عشان تشجع نادي الوداد ضد النادي الاهلي المصري. ودي العادة ودي الحاجة اللي اتعودنا عليها، ان في هناك فئة قليلة من جمهور نادي الزمالك، فئة متعصبة من جمهور نادي الزمالك ما بتتمناش الخير دايما. لكن الناس المحترمة وجمهور نادي الزمالك المحترم اللي كلنا عارفينه، على الأقل خالص مش هيظهر ان هو مش عايز النادي الاهلي يفوز. لا بالعكس، ان هو اخوه وصاحبه ومن عيلته ومن اسرته. هتلاقي ناس كتير جدا بتنتمي للنادي الاهلي. ولكن الافضل طبعا والناس المحترمه اللي في جماهير نادي الزمالك كلها، ان هو على الاقل خلاص، انت لو مش هتشجع النادي الاهلي، محدش بيقول لك شجع النادي الاهلي، مش مطلوب منك ان انت تشجع النادي الاهلي. لكن يعني ان انت اللي بتعمله ده حماده يعني صعب قوي عليك، قوي قوي يا حماده.